هل تساءلت يوما من هي الشركات التي تتحكم في جزء كبير من الاقتصاد العالمي؟ في هذا الفيديو سنأخذكم في رحلة سريعة نتعرف فيها على مجموعة من الشركات العملاقة، من السيارات إلى التكنولوجيا ومن الرياضة إلى النقل. هذا هو الجزء الأول من قائمتنا لأغنى الشركات في العالم. نبدأ قائمتنا مع شركة لوتوس كارز البريطانية البالغة قيمتها 1.7 مليار دولار. قد لا تكون ضمن العمالقة الكبار مقارنة بغيرها، لكن اسمها يلمع في عالم السيارات الرياضية. تشتهر لوتوس بالتصميمات الخفيفة والأداء السريع، وتعتبر أيقونة بين عشاق السرعة. ثانياً، شركة أديداس الألمانية. من السيارات إلى الرياضة نصل إلى شركة أديداس البالغة قيمتها 4.5 مليار دولار. العملاق الألماني في صناعة الملابس والأحذية الرياضية. شعارها الشهير ب3 خطوط أصبح رمزاً للرياضة العصرية، وتنافس دائماً شركة نايكي على الصدارة في هذا المجال. ثالثاً، شركة مونستر. هنا نقفز إلى مجال مختلف تماماً، مشروبات الطاقة. شركة مونستر البالغة قيمتها 48.2 مليار دولار، والتي غزت الأسواق بعلبتها السوداء والخضراء، وارتبط اسمها بالرياضات الخطرة والمغامرات. قيمتها تجاوزت 48 مليار دولار، لتثبت أن المشروبات يمكن أن تصنع ثروات هائلة. رابعاً، شركة فولكسواغن، عملاق ألماني آخر. فولكسواغن الشركة التي قدمت للعالم سيارات مثل بيتل وغولف، واليوم تملك علامات شهيرة مثل أودي، بورش وبنتلي. قيمتها السوقية تقترب من 49 مليار دولار. خامساً، شركة BMW. نصل هنا إلى شركة BMW، رمز الفخامة والأداء. هذه الشركة الألمانية لا تعرف فقط بجودة سياراتها، بل أيضاً بتجربتها الفريدة في عالم القيادة. قيمتها اليوم أكثر من 49 مليار دولار. سادساً، شركة مرسيدس. لا يمكن أن نذكر السيارات الألمانية دون ذكر مرسيدس بنز. الشعار الشهير ذو النجمة الثلاثية يمثل الفخامة، الجودة والقوة. مرسيدس ليست مجرد سيارة، إنها أسلوب حياة. قيمتها السوقية بلغت 45.8 مليار دولار. سابعاً، شركة LG. من السيارات إلى التكنولوجيا ننتقل إلى شركة LG الكورية، شركة رائدة في الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، من الشاشات الذكية إلى الهواتف وأجهزة التكييف. LG أثبتت مكانتها في حياة ملايين الناس عبر العالم. قيمتها السوقية اليوم 56.2 مليار دولار. ثامناً، شركة ميتسوبيشي. في اليابان هناك عملاق آخر اسمه ميتسوبيشي. هذه الشركة ليست فقط سيارات، بل هي مجموعة صناعية متكاملة وضخمة، تشمل مجالات مثل الطاقة، الطيران والتمويل. قيمتها اليوم تخطت 62 مليار دولار. تاسعاً، شركة فيديكس. ننتقل إلى عالم النقل والخدمات اللوجستية مع فيديكس، الشركة الأمريكية التي تربط العالم ببعضه من خلال خدمات الشحن والتوصيل. شعارها البرتقالي والبنفسجي أصبح جزءاً من التجارة العالمية. قيمتها اليوم تقارب 67 مليار دولار. وختاماً، نكون قد تعرفنا على أول 12 شركة في قائمتنا لأغنى الشركات في العالم، من السيارات إلى التكنولوجيا ومن الرياضة إلى السفر. في الجزء القادم سنكمل القائمة مع شركات أكبر وأغنى، فلا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى لا يفوتكم أي جديد.